السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم في مطبخي مطبخ بنت هاشم؟ منوريني ويا رب دايما تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. الناس بقى اللي مهتمية بالاسعار واسعار الخضار وصلت لقد ايه، والسمك والفراخ واللحوم والبيض، كل دوت هتعرفوه معايا النهاردة. اسعار الخضار بالاسعار الجديدة، وكمان اسعار البيض والسمك، وشوية حاجات كده من الماركت، الزيت والجبنة. يعني هنشوف مع بعض الأسعار وصلت لإيه. وإن شاء الله بإذن الله تكون سنة سعيدة علينا يا رب جميعا. وربنا إن شاء الله يجعلها سنة خير علينا جميعا يا رب. تعالوا بقى نشوف. اول حاجة هنبدأ باسعار الخضار. بس يا ريت بقى لو اول مرة بتشوفي مطبخ بنت هاشم، يا ريت تعملي اشتراك وتحطي لايك للفيديو، لان الفيديو مش هيترفع الا باللايكات الحلوة بتاعتكم وكمان الكومنتات بتاعتكم. ومستنياكم تكتبولي الاسعار بتاعت الخضروات والفواكه واللحوم عندكم عاملة ازاي. يلا نبدأ. اول حاجة هنبدأ بيها الخضار. معايا هنا البصل. كيلو البصل معانا الاحمر زي الابيض، الاحمر زي الابيض بالظبط. سعر البصل الاحمر زي البصل الابيض 8 جنيه. سعر البصل الاحمر والابيض 8 جنيه. في اسواق بتبيعه ب9 جنيه واسواق تانية بتبيعه ب10 جنيه، ولكن انا جايبة الكيلو ب8 جنيه، يعني كيلو وربع ب10 جنيه. تاني حاجة بقى معايا الخيار. الخيار ب10 جنيه، كيلو الخيار ب10 جنيه. تمام. معايا كمان البتنجان الرومي. البتنجان الرومي ده بالكيلو ب8 جنيه، يعني كيلو ربع ب10 جنيه. لقيته كده صابح وحلو، فيا دوبك جبت نص كيلو بس عشان نعمل بابا غنوج جنب حواوشي. الكيلو وربع ب10 جنيه. معايا كمان الذرة. الذرة الحلوة دي، الذرة طبعا احنا كلنا عارفينها مغذية جدا. الطبق ب15 جنيه، فسعر الذرة حلو جدا. الطبق ب15، وفي 3. فلقيت الطبق ب15 جنيه، فسعرها حلو جدا جدا. ممكن ناكلها مملحة، ممكن ناكلها حلوة. طريقتها سهلة، هعملها معاكم ان شاء الله. كمان معايا البطاطس. البطاطس الكيلو ب6 جنيه، وفي ناس تانية بتبيع الكيلو ب8 جنيه، لكن انا جايبة الكيلو ب6 جنيه. فلقيتها حلوة جدا، واللي هي بطاطس التحمير اللي فيها كمان ايه، قشرتها بيكون فيها احمر كده، وكمان البطاطساية من جوه بتكون بيضة. طبعا احنا في موسم البطاطا، فممكن تلاقي بطاطس تحمير وبطاطس مش تحمير، لكن دي بطاطس تحمير حلوة جدا. هتلاقوا قلبها ابيض، والقشرة بتاعتها كده مجرد ما تشيلي القشرة بتاعتها بتلاقيها بيضة من جوه. دي تعرفي على طول ان هي بطاطس تحمير. الكيلو ب6 جنيه، وفي ناس بتبيع الكيلو ب8 جنيه. دي بالنسبة للبطاطس. كمان معايا الجزر. الجزر الكيلو ب5 جنيه. كيلو الجزر ب5 جنيه، حلو قوي قوي قوي. مش عايزة اقول لكم طبعا الجزر بتاع الشتا بيبقى مسكر قد ايه، وبيبقى حاجة كده يعني بجد طعمه حلو جدا وعسل. فالكيلو ب5 جنيه، عجبني جدا. فده كيلو ب5 جنيه. ممكن تجيبيه وتحتفظي بيه، تقشريه وتغسليه وتنشفيه كويس وتحتفظي بيه في اكياس في الفريزر، متقطع او سليم لأي حاجة تستخدميها. ممكن العدس الاصفر، الشوربة. فهو سعره حلو جدا، الكيلو ب5 جنيه. الطماطم الكيلو ب5 جنيه، فطبعا سعرها نزل حلو جدا. الأيام اللي فاتت كان الكيلو ب8 والكيلو ربع ب10، فإن هو ينزل تمنها 5 جنيه، دي حاجة كويسة. يعني دي حاجة كويسة في بداية السنة الجديدة إن شاء الله. يعني أسعار الخضار فعلا نزلت شوية، نزلت عن ما كانت. يعني البصل كان ب10، البطاطس كانت ب10، الجزر كان ب8، الطماطم كانت ب8. فالأسعار اللي نازلة بيها الخضار الأيام دي
اسعار حلوة جدا جدا. وان شاء الله هنخزن برضو مع بعض الطماطم، واستنوا فيديو جامد جدا لتخزين الطماطم بطريقة سهلة بإذن الله. معايا كمان بقى بالنسبة لحاجات الماركت او البقالة، البيضة ب3 جنيه، البيضة ب3 جنيه. ده بيض ابيض، والبيض الاحمر برضو سعره زي الابيض بالظبط، البيضة ب3 جنيه. كيلو اللبن بخيره ب22 جنيه، والنص كيلو ب12 جنيه. كيلو لبن بخيره ب22، والنص ب12، فطبعا الكيلو احسن واوفر بكتير. معايا كمان باكو الشاي دوت، جبته ب6 جنيه، الصغنون ده ب6 جنيه. شاي العروسة، انا بحب شاي العروسة عشان هو بيكون طعمه يعني بالنسبة لي انا، طبعا هي اذواق، بس بالنسبة لي انا بيكون افضل من الشاي الليبتون، بيبقى تقيل شوية بالنسبة لي. لكن شاي العروسة بيكون طعمه بالنسبة لي حلو جدا. الصغنونة دي ب6 جنيه. دي جبنة حلوة جدا، اسمها جبنتي، العلبة ب20 جنيه، دي نص كيلو، بس جميلة جدا. اسمها جبنتي، النص كيلو، العلبة دي نص كيلو ب20 جنيه. فأنا عجبتني جدا لأني جربتها قبل كده فعجبتني بصراحة. أنصحكم تجربوها، هتعجبكم جدا. اسمها جبنتي، هي جبنة فيتا مش جبنة بالطماطم، هو ده مجرد رسمة بس مش أكتر. كمان معايا الزيت، انا هنا بحب اجيب زيت آلية. الازازة دي موفرة جدا بالنسبة لي. الازازة دي انا جايباها ب120 جنيه. الازازة دي 2 لتر ومية جرام، 2 لتر ومية جرام ب120 جنيه. فخدوا بالكم عشان محدش يضحك عليكم، لان في ناس بتبيعها بسعر اعلى من كده، يعني ممكن تبقى ب140 130 150. لكن ازازة زيت آلية 2 لتر ومية جرام ب120 جنيه. دي حلوة جدا. نوع الزيت طبعا جودته عالية وبتوفر معايا، وكمان بينفع للقلي والطبيخ، فهو حلو جدا. كمان معايا بقى اخر حاجة جايبينها، السمك. طبعا انتوا عارفين ان الاسماك سعرها مرتفع الايام دي شوية. بس انا جبت الكيلو ب44 جنيه. كيلو السمك ب44 جنيه. طبعا في بقى اصغر من كده احجام، ب42، وفي ب40، وفي ب38، بس طبعا احجام صغيرة جدا مش هتلاقوا فيها لحم. لكن انا جايبة الكيلو من ده ب44 جنيه. ده 4 سمكات، بس انا طبعا محبتش احطهم كلهم في الطبق. 4 سمكات كانوا عاملين كيلو طبعا ب75 جنيه. ال4 سمكات ب75 جنيه، والكيلو كان ب44 جنيه. زي ما قلت لكم في اسعار ازيد من كده لو حجم السمكة اكبر، وفي ازيد من 44، يعني ممكن يوصل ل 48 و47 كيلو السمك. وفي اقل بداية من 38 40 42، طبعا على حسب حجم السمك. ولكن الحجم ده مناسب، وفي لحم، يعني هنحس ان احنا بناكل سمك شوية، يعني في لحم الحمد لله. الاربعة كانوا 4 سمكات وزنوا 75 جنيه، فحلو تمام. فدي كانت بقى مشتريات النهاردة للناس المهتمية بأسعار الخضروات وأسعار الماركت، حاجات من الماركت كده، الجبنة، اللبن، الزيت، الشاي، البيض. كمان أسعار البانيه والفراخ، طبعا الأسعار الأيام دي مرتفعة. يعني البانيه ب110، الفراخ البيضة ب50، والفراخ البلدي بحاجة و60. يعني بتتراوح كده من 64 لحد 68 على حسب السوق، لأن الأسواق أسعارها بتختلف من مكان للتاني. ده بالنسبة لأسعار الفراخ. البيضة ب50، البانيه ب110، الفراخ البلدي البضارة اللي هي ما بتاخدش سوا من 65 ل68. ايه اسعار اللحوم؟ اللحوم البلدي اسعارها 220 كيلو اللحمة الصحيحة،
وكذلك المفروم. وأسعار اللحمة الجملي، وأنا أنصح بيها، اللحمة الجملي حلوة جدا ومفيدة. ب160 المفروم، وب160 الصحيح. وكذلك كفتة الرز للناس اللي بتحب كفتة الرز ب160 جنيه. وده كان بقى فيديو مشتريات النهاردة. يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش بقى اللايك، يا ريت تعملوا لايك كتير كتير، وتكتبوا لي في الكومنتات اسعار الخضروات عندكم عاملة ايه، والبيض والسمك والفراخ، كل حاجة كده اسعارها ايه، نشارك مع بعض. اللايك بقى ما تنسوش اللايك علشان الفيديو يتشاف ويترفع، لان هو الفيديو بيترفع باللايكات الحلوة بتاعتكم. يا رب اكون فدتكم بالاسعار بتاعت الخضروات والاسماك واللحوم والبيض وحاجات من الماركت. استنوني بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله باذن الله. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.